منتخب مصر يعبر دور ال 16. مش عارف بأنهي سيناريو الصراحه، لان حاسس ان الماتش خد اكبر من حجمه، ان احنا نبقى كسبانين 1-0 ويجي جون في اخر 10 دقايق، فنروح نص ساعه فنجيب جون وبعد كده نجيب الثالث في اخر لحظات. اتأهلنا في المجمل ان احنا اتأهلنا، ولكن مرحله قبل مرحله مش مبشره الصراحه. مش عارف انت فهمت انا عايز اقول ايه ولا لا، لكن احنا داخلين في حته اللي بيروح ما بيرجعش خلاص. يعني انت خلاص عديت بقى بنين، فكك من الهبل بتاع دور المجموعات بتاع انجولا بقى وجنوب افريقيا اللي كده كده كانوا تعبانين واحنا عارفين ودنا احنا تمام. يعني احنا اتأهلنا اول مجموعه واتأهلنا من بنين، بس انت داخل على سكه بتاعت بقى كوت ديفوار او بوركينا فاسو اللي كسبانها هيلاعبك، بتاعت السنغال، بتاعت لو عديت المرحله دي انت في النهائي. ففكك بقى من الاداء اللي شفناه الفتره اللي فاتت. يعني لو احنا مبدئيا نتفق، لو احنا عايزين نكمل في البطوله نوصل لنهائي وناخد البطوله بما اننا منتخب مصر ومتوقع ان احنا نبقى بننافس على البطوله، يبقى ننسى الاداء اللي فات كله. لان احنا لحد دلوقتي كاداء جماعي وكتكتيك وكفنيات يا كابتن حسام حسن احنا ما جيناش. مباراة كانت من المفترض ان هي تكون سهلة، مفترض ان هي تكون مباراة عادية قوي، يعني حاجة اكنك لسه في المود بتاع دور المجموعات، لسه ما دخلتش للادوار الاقصائية، ولكن جات لك في الدور ال 16 عشان تقول لك انا بزق معاك الدنيا اهي. فانت بتظهر بشكل مماثل لدور المجموعات. انت لسه ما دخلتش قوي في مرحلة ان انا ايه، خلاص دخلت في المرحلة بتاعت ان اللي بيخسر بيطلع. انت مش حاسسها حتى، يعني على عكس البطوله اللي هي بتاعت اللي خسرنا السنغال النهائي، كنت كل ماتش عارف ان انت مروح. دلوقتي انت مروح، انت حتى وانت 1-1 تحس ان اللعيبه مش حاسه باي حاجه، اللي هو عادي بقى نوصل نص ساعه وعادي، يعني سيبها بظروفها بقى. فاحنا مش حلوين، ادائنا مش حلو. كابتن حسام حسن اختياراتك نفسي افهم ايه التشكيله اللي بدانا بيها. الفزلكه لما بتبقى اوفر بناخد بالنا، اصل احنا مش عبط، باين قوي ان احنا بنتفزلك زياده عن اللزوم، اللي هو ده مش الطبيعي، دي مش التشكيله الطبيعيه، مش دي الاسماء طبعا. الف سلامه على محمد حمدي اللي اتصاب وفتوح هيكمل البطوله مكانه على ما اعتقد لو كابتن حسام ما اتفزلكش. ولكن انا الصراحه ماتش ممل قوي، ماتش مفيش اداء، مفيش كره بتروح، كور معدوده على الصوابع رحت بيها للجون واتاثرت بيها، انفراد مرموش، كام كره لصلاح، حاجه هبل. ويوم لما لقيت نفسك خلاص 1-1 ورايح نص ساعه، برضه ادائك في العادي، بس انت اللي هو انا عايز اجيب جون عشان مش هروح ضربات جزاء، بس ده اللي جواه. لكن اداء وروح لا. فانا مش عارف الصراحه الاختيارات بتاعت حسام حسن، التكتيك، منظر المنتخب، يعني حتى خلي منظرنا دفاعي هقبل، بس ابقى عارف ان احنا منتخب دفاعي بنلعب على مرتده، على سرعات مرموش، على مهارات صلاح، على لمسه اي حد من نص الملعب، ابقى فاهم ان لينا شكل. لكن حتى دلوقتي انت مالكش شكل. ببركتها زي ما تيجي بنعدي من كل ماتش. جون مروان عطيه، طبعا مروان عطيه اللي بالنسبه لي هو نجم الماتش الاول، جاب جون وعمل اسيست لياسر ابراهيم اللي بيقدم بطوله حتى الان، هو الاميز في خط الدفاع من الاربع لعيبه اللي بيلعبوا. محمد هاني في حته لوحده ما يقيمش، ده خارج التقييم تقريبا. صلاح طبعا 3 اجوان، هو هداف المنتخب في البطوله لحد دلوقتي. استعداد لمدعكه جايه، لازم نظهر بشكل مختلف، وده اللي نقدر ننهي بيه الكلام، ان احنا لازم نظهر بشكل مختلف في كل الجوانب بقى. كل اللعيبه في فرص ما ينفعش تضيع في الماتش اللي جايه، انفراد مرموش اللي كان في اول الماتش، الحاجات اللي زي دي لما بتيجي وبتضيعها ممكن ما تجيلكش تاني في باقي الماتش. فاحنا لازم نتطور تطور ملحوظ. بقالك 4 ماتشات في البطوله، ما ينفعش تكون كل ماتش بتظهر بنفس السوق ومفيش حاجه بتتطور. هتروح فين تاني؟ انت خلاص انت بتلعب ربع نهائي، يعني هتتطور امتى؟ بعد البطوله ان شاء الله. فيبقى المنتخب بيعدي ماشيه ببركه دعاء المصريين والجماهير، ولكن ما اعتقدش ان هي هتكمل كده لو ما كانش فيه تطوير مننا مع اختيارات كابتن حسام حسن. الراجل مضغوط قوي حقه، ولكن على الجانب الاخر برضو انا مش لاقي اي مبرر لنقطه برضو مصطفى محمد اللي نزل في اخر دقيقتين.
مش عارف ليه بحسها اهانه، ممكن اكون انا غلط، لكن بحسها اهانه، بحسها انت نزلت لعيبه كتير قوي قبله، طلعت تريزيجيه، نزلت امام. اكيد ان انت تلعب بسترايكر صريح مهم لمنتخب مصر، لان انت طريقه لعبك اللي مش موجوده. انت بترفع كتير، يعني انت بترفع كور جوه البوكس كتير، على ان انت اللعيبه اللي موجوده جوه الملعب زي محمد صلاح ما بيلعبش بدماغه ابدا، مرموش اللي بيعتمد على سرعته برضه بيلعب بالراس قليل قوي، وانت بترفع. طب نزل مصطفى محمد، يعني اقل حاجه ممكن نقولها. ولكن برضو كان اختيارك في التشكيله الاساسيه لابراهيم عادل، في التبديلات ما كانش عندك مصطفى، فما تنزلوش في اخر دقيقتين، لان انت ما اعتقدش ان عندك وجهه نظر ان انت تنزله في اخر دقيقتين. مش مقتنع بيه، قعده خلاص، قعده، يبقى انت ندمت عن ان انت دخلته القايمه وخلاص، والموضوع انتهى، ما تاخدوش تاني يا سيدي. لكن بحسها عناد ان انا انزلك دقيقتين دي. انت ايه الغرض؟ طبعا احنا بنتمنى كل حاجه تصب في مصلحه المنتخب. احنا داخلين في مرحله مهمه، احنا ماشيين لحد دلوقتي كنتائج في المضمون وفي السليم، ولكن كاداء اكيد احنا عايزين نكون بنكسب، ولكن بشكل كويس يخلينا واثقين حتى في منتخبنا وهو بيواجه منتخبات صعبه زي اللي جايه. بالتوفيق للمنتخب. اتمنى ان انت تعمل لايك وتشترك في القناه. أنا نسيت طبعا الموضوع ده، ولكن اكيد انت فاكر، انت مش بتنسى حاجه مهمه زي دي. ونتقابل في دور ال 16 دور الثمانيه ان شاء الله لايف رياكشن. هنوري كوت ديفوار او بوركينا فاسو، مش عارف مين فيهم، هنوريهم مين منتخب مصر بقى.